أهلا بك زميلتي ابتسام وبكل مشاهدينا الكرام. نحضر الآن فعاليات منازلة مصارعة المنتخب الوطني السوداني مستورة في وزن أقل من 62 كيلوغرام مع المصارعة الفرنسية في الدور النصف النهائي. يعني أن المصارعة الجزائرية بإمكانها في حال الفوز المرور إلى النهائي وضمان ميدالية ذهبية أو فضية للجزائر. إلى حد الآن المصارعة الجزائرية السوداني مستورة متفوقة بنقطتين، لكن الآن هناك صعب جدا في هذه اللقطة. يعني كان ممكن تخسر كل شيء في هذه اللقطة. الحمد لله أنها تجاوزت مرحلة الخطر وتم الإيقاف من طرف الحكم في هذه المنازلة كما قلت الصعبة، والمصارعة الفرنسية تعدل النتيجة لتصبح نقطتين لكل مصارعة في انتظار عودة قوية للمصارعة الجزائرية سوداني مستورة التي لديها كل الحظوظ للفوز بهذا النزال والمرور إلى النهائي، سيما وأنها قامت بمجهودات جبارة في الأدوار الأولى من أجل بلوغ الدور النصف النهائي الذي هو ليس بالأمر الهين في مثل هذه المنافسات. الآن ضيعت في حال تمكنها من المرور خلف المصارعة كانت ستحصل على نقطتين، لكنها فشلت في ذلك. لكن عموما هي تسير في المنازلة بحكمة. ولو سمحت زميلتي ابتسام أشرك معي في التعليق على هذه المنازلة مصارعة المنتخب الوطني حفاف ريان. كيف تشوفي حظوظ زميلتك المصارعة سوداني مستورة في هذا النزال؟ أنا نشوف فيها شغل هي اللي مسيطرة على الكومبا باسكو قادرة تربح. صح كي تكون وحده شامبيون ما لازمش تريسكيك، راهم النتيجه 2-2 الفرنسيه راهي رابحه. لازم دوكا تسكر اللعب باش ما تخسرش الفيزيك تاعها. ان شاء الله الروند الدوزيام تزيد تماركي لها، هي اللي مسيطره وتقدر تربح. أجل ربما في مثل هذه المنازلات الجانب التقني وكذا توجيهات المدربين هي من تصنع الفارق، لأنه بمجرد فقدان التركيز أو النرفزة أو أي شيء من هذا القبيل سيكلفك غاليا. لهذا المصارعة الجزائرية مستورة سوداني يجب عليها أن تتحلى بالحيطة والحذر والتركيز الجيد على الأقل لإنهاء الجزء الأول من هذه المنازلة بهذه النتيجة 2-2 على أن تبذل مجهودات مضاعفة في النصف الثاني من المنازلة وتتمكن من إنهائها لصالحها. أعطي معلومة فقط: نهاية الجزء الأول من هذه المنازلة في تنظيمات التحكيم بالنسبة لقانون المصارعة، من يسجل النقطة الأخيرة لو يكون هناك تعادل هو من يفوز. يعني في هذه الحالة المصارعة الفرنسية هي من سجلت نقطتين هي آخر من سجلت نقطتين. يعني لو انتهت المواجهة بهذا المنوال نقطتين لنقطتين كان الحكام سيمنحون الفوز للمصارعة الفرنسية. لهذا فإن المصارعة الجزائرية مطالبة بتسجيل نقطة على الأقل أو تسجيل آخر نقطة لكي تتمكن من الفوز بهذه المنازلة. نتمنى التوفيق لممثلتنا في الدور النصف النهائي في هذه المواجهة. أيضا ريان نقدر نقولوا باللي النزال فيه كما يقول لك حرارة كبيرة. في الحرارة باسكو مستورة هي وهرانية والشعب وهرنا ومساندها بزاف وحابة تربح، بينة تكون عندها الحرارة وهذيك حابة تربح. نشوفوا الآن المصارعة الفرنسية تدور خلف المصارعة الجزائرية وبالتالي تأخذ نقطتين. لحسن الحظ أنه المصارعة الحكم طلب بتوقيف النزال والعودة إلى النزال من مرة أخرى، لأنه لو ترك الفرنسية تواصل العمل كانت تسجل نقاط أخرى. الآن نشوفوا أهازيج الجماهير الحاضرة هنا بقاعة قصر المعارض التي تشهد منافسات المصارعة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنح ذلك الدفع الإضافي اللازم لممثلتنا في هذا النزال. ما زال هناك دقيقتين
بإمكان المصارعة الجزائرية التدارك، لكن عليها فقط أن تحافظ على أعصابها وأن تركز جيدا، لأنه في مثل هذا المستوى العالي تفاصيل دقيقة تصنع الفارق. مثلما قالت المصارعة التي ترافقني في التعليق، فمسطورة هي ابنة الباهية وهران، وبالتالي فإن تشجيعات الجماهير هنا حاضرة بقوة وبحرارة. وش لازم باش تكمل النزال هذا بطريقة جيدة وتتمكن من تعديل النتيجة على الأقل؟ النتيجة راهي 4-2 وقادرة تخدم، باسكو مستورة هي اللي هي مسيطرة، أي تستنى برك باش ما تعاودش تخدم لها. إن شاء الله هذوكا تماركي لها، هي اللي هي مسيطرة وقادرة تربح. راهي النتيجة 4-3. بريز راتي ما كاش نعم، هذه ما يسمى بحركة ضائعة، حركة ضائعة يعني لا تحتسب من طرف الحكم. الآن نشوف أنه مدرب المصارعة الفرنسية يستعمل تقنية إعادة، يعني يطلب من الحكام تقنية الإعادة. في هذه الحالة الحكم يطلب من المصارعة إذا قبلت هذه الإعادة فيقوم بالإعادة، إذا لم تقبل فإنه يضطر لمواصلة النزال. الآن يعود التحكيم إلى الحركة عبر تقنية الفيديو. لهنا نشوفوا بلي المدرب فرنساوي يحتج على قرار الحكم رمى شالونج. لهنا يعود القرار الحكم الأول وهو يقول يكون المصارعة الفرنسية ما عندهاش حق يعطي المستورة نقطة، يولي ورا بعض. أكيد هذه معروفة، يعني لو تكون محقة تأخذ حقها، ولو تكون غلطة في تقديرها سيتم إضافة نقطة للمصارعة الجزائرية وخصم النقطة التي منحت لها إن منحت لها طبعا. هذه هي تفاصيل التحكيم في المصارعة، فيها تقنيات عالية وفيها أيضا قواعد تحكمها هي هكذا. لكن الآن هذا التوقف أظن أنه في صالح المصارعة الجزائرية التي بإمكانها أخذ أنفاسها قبل دقيقة و17 ثانية عن نهاية هذا النزال. قد يقول البعض أن هذا الوقت غير كافي لعودة المصارعة الجزائرية في النتيجة، لكن أنا أقول لهم أنه في مثل هذه المنازلات وفي المصارعة بالإمكان العودة في ثواني قليلة جدا، يعني كل شيء وارد في هذه المنازلة. الآن النتيجة أصبحت 6-3. نتمنى عودة المصارعة الجزائرية التي دخلت النزال بقوة لكنها تراجعت نوعا ما مع مرور الوقت في هذا النزال. الآن هي في وضعية سانحة لتسجيل النقاط، لكن الحكم يمنح نقطة للمصارعة الفرنسية، لأنه عندما المصارع يقدر يخرجك من الزون، يعني كما يقال يقدر يخرجك ياخذ نقطة هو الآخر. الآن بدأت المأمورية تصعب، لأنه ثواني 45 ثانية، حوالي 40 ثانية على نهاية هذه المنازلة، والنتيجة 7-3، يعني تفوق فرنسي. لكن تبقى الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات. عموما المصارعة الجزائرية قامت بكل ما عليها وبذلت مجهودات على البساط. ربما أنه تفاصيل دقيقة تصنع الفارق، لا أدري. الآن أيضا منح الحكم نقطتين للمصارعة الفرنسية بعد تمكنها من إخراج المصارعة الجزائرية من الدائرة، هذه الدائرة التي غير مسموح الخروج منها. إذا خرجت من الدائرة فإنك ستخسر نقاط. الآن توسع الفارق وأصبح 9-3. أظن أن الأمور شبه مستحيلة فيما تبقى من ثواني هذه المنازلة. مشكورة المصارعة الجزائرية سوداني مسطورة على المجهودات المبذولة في هذه المنازلة، وألف مبروك للمصارعة الفرنسية وحظ موفق للمصارعة الجزائرية. وبلوغ النصف النهائي أمر ليس بالهين، سيكون بوسع المصارعة الجزائرية اللعب على المرتبة الثالثة فيما تبقى من المنافسة.
وكما قلت حتى الوصول إلى النصف النهائي ليس بالأمر الهين أمام مصارعة فرنسية متمكنة. حسب المعلومات التي جمعتها حول هذه المصارعة فإنها مخضرمة عمرها 33 سنة، شاركت تقريبا في كل المنافسات الدولية وحتى الألعاب الأولمبية، وبالتالي فإن الفرق في الخبرة واضح، كان واضحا في هذه. زميلنا وليد معمري كنت